السلام عليكم صحابي الجمال، يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا بحاول اعمل لكم فيديوهات حلوه على قناه اليوتيوب بتاعتي اللي هي تعبانه قوي، وان شاء الله بمشاركتكم ودعمكم هتبقى حلوه. جبت ترايبودز اهم، وجبت بتاعت الاضاءه دي اللي بتعمل عينين، وهقعد اصور في المكتب هنا احاول اعمل لكم فيديوهات حلوه. النهارده هنتكلم على ايه؟ استنوا لما اقلب الكاميرا. هتكلم عن النهارده ان شاء الله على حاجه مش خاصه بالموتوسيكلات بس مغامره. هكلمكم على رحله صيد الوز الفرعوني. الوز الفرعوني ده بطلع له من اسكندريه، على فكره جو اسكندريه برد النهارده ولا ساعات. الوز الفرعوني ده بيبقى موجود حوالين بحيره ناصر في جنوب مصر. رحت من كام يوم انا واخويا الدكتور وليد حماد، وربنا كرمنا بشويه وز حلوين. هم سموه وز فرعوني علشان هو كان منقوش على جدران المعابد الفرعونيه، وكمان تقريبا انا ببص هنا في عينيا محوله الكاميرا هنا في التليفون. المهم الوز متحوش عليا في الفيديو ده. الوز الفرعوني كان موجود في البرديات، ويقال ان المصريين القدماء الفراعنه استأنسوه من حوالي اكتر من 4000 سنه. يا رب الفيديو يعجبكم. انا كنت عاوز انبه على حاجه مهمه، ان الوز بنصطادوه طبعا بسلاح مرخص بعد استخراج التصاريح اللازمه، وهو مش مهدد بالانقراض، فالحمد لله ما تقلقوش كل حاجه تمام. ما تنسوش تعملوا لايك او مشاركه او اعجاب بالقناه بتاعتي على اليوتيوب، وتفعلوا الجرس زي ما بيقولوا، ومستني ردود افعالكم على الفيديو الجميل ده. السلام عليكم. دي كده اللبتة اللي بنقعدوا فيها عشان نضرب الوز. يبقى الواحد قاعد جوه مستخبي، اقعد هنا كده على الكرسي ده مستخبي، بتشغل صوت جاهز الوز وتحط الخيالات. صباح الخير يا محمد. صباح النور يا باشا، عامل ايه؟ ايه اخبار القلب؟ تمام والله زي الفل ان شاء الله. وحش النهارده، ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله خير. احنا هنا في بحيرة ناصر، كان الجميل ده نصطاد وز، وادي الخيالات اهي، وربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تمتعنا ان شاء الله النهارده. ربنا يكرمك ان شاء الله. انت مش صياد يا جربيس، ولا تنفع تبقى صياد ببصله. بص اهو ضربة فجر ومضيعين كتير، والدكتور وليد ضرب قدي مرتين، بس احسن تستاهل عشان انت ما جيتش الطلعه دي. يلا تتعوض المره الجايه. في رحله الصيد مع دكتور وليد، احنا دلوقتي في بحيره ناصر الجميله، طلعنا عشان خاطر الوز يا دكتور، صح؟ دي كده قريه نوبيه وديعه صراحه. هنا الحياة طبعا ايه بسيطة وسلو موشن يا دكتور، صح؟ هنا مفيش الاسترس او الضغط بتاع المدن الكبيرة. دي استراحة الرئيس الراحل السادات اللي اجرى فيها محادثات السلام مع الاسرائيليين بعد حرب 73. وبحيرة ناصر المية عالية فيها جدا، قال لك من سنين ما عادتش كده، او يمكن دي تاني سنة
حياتها من ساعة ما اتصنعت ان المية توصل للحد ده. للأسف الاستراحة او القصر ده بقى محاط بالمية هناك، مش عارف انتوا شايفينه ولا لأ كده. ودي بحيرة ناصر الجميلة. هنا دي مينة السمك، هي مينة صغيرة جدا يعني، فيها 3-4 مراكب زي دي. وبيجيبوا سمك بولتي وشبار وساموس. السلام عليكم. ازيك يا محمد؟ يا باشا ايه هتغدينا ايه النهارده؟ اللي انت عايزه ده ايه السمك اللي معاك؟ سموس وبلق وشبار. ده الساموس اللي احنا بنقول عليه تقريبا قشر بياض في اسكندريه ومصر. وده احلى سمكه تعتبر في النيل عندكم في البحيره عندكم هنا، ها؟ اجمل سمك اهو. اجمل سمكه. ومحمد اهو قطعها وخلاها عشان يعملها فيليه. معانا حاج اسمه ايه طيب؟ عبد الراضي. يا عبد الراضي شاور له طيب. عبد الراضي اهو بينضف لنا السمك الشبار. طبعا السمك كله طازه يا محمد. السمك ده طازه ولا ثلاجات؟ لا طازه. يعني طلع بيوكوك من الميه؟ ايه رايك يا دكتور؟ يا عمر ايه رايك في اكله السمك الحلوه دي؟ جميلة، طازة في طازة. الناس الجمال دول والله كتر خيرهم، هم تعبينهم معانا. ده البيت اللي هنقعدوا فيه في القرية، بيت نوبي بسيط. ده كده زي حوش. دي الترابيزة اللي بناكل عليها. ادي حوض غسيل، وهنا في أوضة نوم، وهنا في أوضة نوم. ومفروض انه بيشغل بالطاقة الشمسية على فكرة. وادي هنا حتة كده. ادي الحمام والدش. صابونه هي خط صابونه فيها. لا خد صابونة ثانية. وادي الجد. يا جد هتاكلنا ايه النهارده يا جد؟ النهارده سمك ورز صيادية. ده سمك ورز صيادية. لا لسه هنمشي بالليل والله. وادي المعلم محمد اللي تعبت وطلعت عينه. ازيك يا محمد؟ الله ينور عليك يا محمد. ها؟ ايه الاخبار يا دكتور؟ ايوه. ادي الوز بعد ما ضربناه ونضفناه حطيناه في اكياس ونحطه في الفريزر. الوز النهارده ضعيف مش حلو، ضرب وحش، الهوا عالي. الرش المصري بصراحه مش حلو في الخرطوش. بس ده رش ضرب وحش. احلى حاجه لما تصطاد مع الدكتور وليد انه فنان. بيدي الواحد كل واحد والراجل اللي معاه زي محمد كده افطاره من حلاوه واللبن والجبنه والزيتون المخلي، زيتون مخلي والعيش. كل واحد بياخد كيسه كده فيها التعيين بتاعه. بصراحه بيدلعني لما بسافر معاه، ومن الناس بجد اللي احب اطلع اسافر معاه سواء بالموتوسيكل او في الصيد يعني.
انا بتعبك شويه طبعا. لا يا حبيبي لا بتعبك. لا 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 كل شويه اقول لك فرامل. ربنا يخليك ليا يا دكتور بجد حبيبي، والله. ربنا يخليك. من الناس والله يعني اللي شرفت بمعرفتها في اخر 10 سنين. تقول ايه للصيد وللدنيا والسفر والكورونا. ربنا يخلصنا منها على خير. الجو هنا جميل طبعا يعني. بص جو ساعة المنظر. مرة أكيد. بس بص الطبيعه والصحراء. يلا صباح الفل.